هاي يا حلوين، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تحضروا هيدا الفيديو اليوم. بفيديو اليوم راح اعطيكم 5 اسرار لو عرفتيها وتعلمتيها راح تحترفي ميك اب العيون، فتابعوا الفيديو خطوة بخطوة. لحتى يبين الفرق معكم بالخطوات راح اشتغل خطوات المزبوطة على العين، والخطوات التانية مش انه مش مزبوطة، بس انه الخطوات الاولى راح تعلمكم اكتر كيف تحترفوا مكياج العيون. حولي بالاول طلع بس كومنت @user اللي كتبت لي اياه على الفيديو الماضي، بتقول كلش حلو عجبني، بس علقت مره وما رديت علي. ممكن تردين علي؟ ما شاء الله بشرتك تتجنن، يا ريت تقولين شنو تستخدمين وتردين علي. حبيبه قلبي تسلم على الكومنت تبعك، وان شاء الله راح اعمل لكم فيديو روتين للاشياء اللي بستخدمها، ودائما بحاول اني استخدمها بالبيت عشان حافظ على بشرتي. انتم كمان ما تنسوا تكتبوا لي الكومنت تبعكم على هيدا فيديو حتى نطلعها بالفيديوهات اللي جايه. اللي حطيته بالاول هو بس مجرد مرطب. الخطوه الثانيه رح اخذ نوعين من الكونسيلر الاول من هدى بيوتي تغطيته عاليه، وهيدا هو الشيء المطلوب بنات لحتى يطلع معكم اساس المكياج قوي، لحتى تطلع الالوان قويه لازم يكون الكونسيلر او البيز اللي بتحطوه بالاول تغطيته عاليه. والميل الثاني استخدمت الميبلين، هو هيك كونسيلر يومي تغطيته اخف من تغطيه كونسيلر هدى بيوتي. هلا بس ندمج الكونسيلر على الميلتين رح تشوفوا باول ميله عند هدى بيوتي طلع لون الجفن اكتر، عرفتوا كأنكم حاطين عليه كونسيلر، بس بالميل التاني لانه كونسيلر اخف بتطلع هيك، يعني حتى لون الجفن الاساسي ما تغطى معي كليا. فدايما دايما دايما اذا بتدوري انك تطلع الوان الاي شادو والميك اب قويه وصريحه اكتر، خدي على طول كونسيلر تغطيته عاليه. السر الثاني هو هل نثبت بالباودر ولا ما نثبت بالباودر. هلا هيدا الخطوه ما فيها صح او غلط، فيها انت بتعرفي تدمجي ما تثبتي الكونسيلر عشان تطلع معك الالوان قويه وتضاينك اكتر. اذا عندك مشكله بالدمج لا ثبتي الكونسيلر، لانه التثبيت بالباودر رح يسهل كتير كتير عليك دمج الاي شادو من بعد هاي الخطوه. نجي لهيدا السر واللي هي عن جد الخطوة اللي بتفرق بين مكياج المحترفين والمكياج تبع المبتدئين. دايما خديها قاعدة انه لما تحطي اي شي كحل كريم جل اي شادو تحت الاي شادو اللي انت بدك تحطيه، رح تطلع معك الالوان صارخة، ورح تطلع معك الالوان كتير قوية، ورح يسألوكي انت مكياجك مبين فخم. فدايما حطوا الجل بيز قبل ما تحطوا اي لون من الاي شادو، حتطلع عن جد معكم الالوان كتير قوية، حتطلع كتير ثابتة، وكمان حتضايقكم بشكل اكبر. هالتاني حطيت نفس لون الاي شادو البني بس من غير الكحلة الأساسية، فأنتوا شوفوا قديش أساسا طلعت الألوان فرق. هنيك عم بخبركن منه غلط، بيطلع مكياج يومي، بيطلع مكياج ناعم، بيطلع هيك مكياج سامبل. على العين التاني لا، أكتر انتوا يعني أكتر بروفيشنال حيكون. للدمج هيدي الخطوة حنعملها على الجهتين. أخذت لون برونزر عادي من اللي بتحطوه على الوجه وبلشت أدمج. طبعا الجهة الأولى بحاجة أكتر لدمج، بحاجة أكتر شو بدي أخبركن، هيك طولة بال أكتر لحتى تطلع معكم الألوان مزبوطة، لأنه درجات الألوان أساسا صارت أكتر. لسحبة العين طبعا رح أخذ اللون الآي شادو الأسود، ودايما ثبتوا الجل أو الكحل أو أي شي بآي شادو مشان يضل معكم ثابت طول النهار. لاحظوا الفرق، مبينة كأنه عين مكياج سهرة والعين التاني مكياج يومي. رح ارجع عيد هيدي الخطوة اللي هي القلم الكحلي، رح حط او رح دخل لون هلأ كمان مشان تلاحظوا اكتر واكتر الفرق. هيدي الالوان اللي سبقوا استخدمتها الاسود هيدا اللون هيك بين البنفسجي والكحلي من شي جلام، هيدا الكوزميك كام اب اخر كولكشن نزلوها، كتير كتير حلوين، الوانهم بتجنن. اذا حابين تحضروا الريفيو تبع
تبعي بالنسبة لهيدي البرودكت رح احط لكم لينك للفيديو فوق، تابعوه إذا حابين هيك ناقصكم أغراض بالميك اب وحابين تشتروه. هيدي الخطوة كمان شرحا عن الخطوة اللي سبقوا ذكرتها انكم تحطوا كحلة قبل الاي شادو. لاحظوا هلا الفرق بين اللون الاي شادو نفسه كيف طلع دغري على العين الاولى، طلع صارخ، طلع اقوى، طلع اثبت حتى كمان، ما تنسوا هاي الشغلة. وعلى العين الثانية دغري حطيناهم بلا اي يعني عرفتوا دغري على الجلد. حتى نكمل الميك اب لوك اخذت اللون الكحلي على زاوية العين بفرشة دمج صغيرة، وعم ندمجه ب هيك زاوية العين حتى يكون مدموج مع الايلاينر. الخطوة الرابعة أو المعلومة الرابعة، دايما بس تخلصوا دمج كل الألوان زاوية العين بدها لون هيك يرجع يعيد حيوية اللون بزاوية العين خاصة بالتحديد. فخدوا لون أسود بني غامق، أي لون هيك يغمق لكم زاوية العين كتير برد الروح للميك اب. دمجت الكونسيلر تحت العين وحطينا الباودر. ودايما بنات لما بدكم تكونوا عم تشتغلوا بألوان صارخة مثلا الأزرق مثلا الأخضر، خلصوا الآي شادو فوق العين ومن بعدها حطوا الكونسيلر تحت العين والفاونديشن وهاي الأمور عشان يضل الميك اب تبعكم نظيف. الخطوة الخامسة بنات، إذا بدكم تحطوا لون أي شادو فاتح مثلا بيج مثلا أبيض خاصة ببداية العين، دايما حطوا الكونسيلر تحته. ليش؟ عشان يبين أضواء، ببين الميك اب. أول شي اللون حيطلع أكتر قوي ورح يبين الميك اب عندكم جدا نظيف، غير ما أنكم تروحوا تفتحوا بداية العين من غير الكونسيلر اللي هلأ ضفناه. هتشوفوا هلأ على العين التاني حأحصل على تفتيح، بس مش قادر التفتيح والنظافة تبع اللوك اللي حصلنا عليها بالعين الأولى. ضفت الماسكارا بنات، مزجت 2 ماسكارا اللي هن ماسكارة اسنس وماسكارة فنتي بيوتي. بدي احط الكحلة اللي حطيتها فوق العين جوا العين. بما انه اول عين طلعت ميك اب اكتر هيك سهرة قوي، فرح ضيف الرموش. رح ضيف رموش فردوية، هودي جبتهم من ويب سايت شي جلام. بدي احطهم هيك رمش وخاصة على سحبة العين هيك يطلع شكلهم طبيعي ويساعدوني اكتر على لوك العين المسحوبة. هودي هن الخطوات بنات اللي حبيت احكيكم وخبركم عنها ونبهكم عليها عشان يعني تساعدوا حلكم كيف تنقلوا مكياجكم من مكياج هيك يومي ناعم بسيط الى مكياج مثلا اتقل، مكياج سهرات. خطوات بسيطة بس عن جد بتعمل الفرق. انا صراحة 2 حبيتهم وكتير بحب المكياج اليوم اللي طبقناه على العين التاني، بس حبيت اعطيكم هاي الخطوات لو حابين تعملوا مكياجات محترفة أكتر أو خارج مناسبات أكتر. إن شاء الله بنات تكونوا حبيتوا هيدا الفيديو. بليز ما تنسوا لي اللايك قبل ما تفلوا. أنا بشوفكم بفيديوهات جديد. باي باي.